والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل مشترك ومحب قناة حسين على بعض. أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله هنتكلم فيه النهارده عن تطهير المكان، تطهير العش أو تطهير السلكات. وفي طرق كتير جدا للتطهير واحنا عارفينها، الديتول، الكلور، الكلام ده، ولكن في حاجه كويسه جدا احنا ممكن برضو نشتغل بيها اللي هي السافلو اللي احنا بنجيبها من الصيدليه البشريه. يا جماعه دي ازازه ثمنها حوالي 12 جنيه. الازازه دي بستخدمها في التطهير، تطهير كل حاجه بقى. ممكن اطهر بيها الحمام بتاعي، اطهر بيها السلاكه، اي فرد مصاب عندي مثلا كان عنده هزه في السلاكه وطلعته، بطهر مكانه، بطهر بده. بستخدمه برضو لو في فرد مصاب بالجروح ولا حاجه، برضو بيشتغل معاه حلو جدا. نفس الريحه دايما اللي احنا بنشمها في المستشفيات، لان ده هو فعلا اللي بيستخدم في الارضيات بتاعه المستشفيات كتطهير ضد اي بكتيريا طبعا منتشره في المكان بتاعنا. ده هنستخدمه ان شاء الله وهنشوف استخدامه. ممكن ان احنا برضو نرش على الحمام بتاعنا، نطهر الحمام بتاعنا من اي ميكروب. ممكن تستخدمه برضو زي ما احنا هنشوف كده بعد تطهير طبعا الدرج بتاع السلاكه او تطهير الارضيه بتاعه المكان بتاعك، ترش رشه كده. طبعا لو احنا داخلين يا جماعه المكان بتاعنا وبنشم ريحه الامونيا اللي هي بتاعه الحمام بتاعنا، ده تعرف انك انت مقبل على خطر. المفروض ان انا اخش ما اشمش اي روايح داخل المكان بتاعي، فده ان شاء الله بيقضي على اي روايح كريهه ويقضي على اي بكتيريا واي امراض فيروسيه طبعا منتشره في فصل الشتاء. استخدامه بقى يا جماعه عشان ما نطولش في الموضوع، هنجيب كده غطا زي ده كده اهو، وبجيب البخاخه بتاعتي بحط عليها بالظبط دي 2 لتر، بحط عليها حوالي 4 غطيان من السافلو اللي احنا شايفينه ده. ادي كده يا جماعه حطينا الماده بتاعتنا داخل البخاخه اهو كده، واقفل وارجها بقى كويس عشان تتفاعل كلها مع بعضها. بعد ما بننضف الدرج يا جماعه ممكن ان احنا نرش رشه كده اهو، بيديني طبعا ريحه حلوه اهو. ممكن برضو ان انا ارش رشه زي كده على الحمام زي ما احنا شايفين. اجيب بس الكاميرا عشان تشوفوا اهو كده يا جماعه. خصوصا اهي تحتها زغالين، ما تخافش خالص. وادي القص اللي تحتيه اهو، في فرد همر هنا، رش عليه برضو كده تمام. ارش برضو على السلاكه من بره بالطريقه دي كده. وادي القصوص عندي برضو برش عليها اهي كلها. على الحيطان برضو زي ما انتم شايفين كده ببدا ارش. مفيش اي حشرات بقى بتبقى عندي في المكان، بتبقى الريحه عندي كويسه جدا. برش برضو على الارضيه بتاعتي داخل المكان بتاعي، بطهره، بشم طبعا روائح حلوه جدا زي ما احنا بنقول كده اهو. طبعا الكلام ده كله هينشف في مسافه نص ساعه بالظبط عندي، ولكن الريحه هتفضل هي موجوده. يبقى انا كده يا جماعه قضيت على الروائح الكريهه اللي احنا اتكلمنا عليها، وطبعا طهرت المكان بتاعنا من اي بكتيريا واي فيروسات طبعا منتشره في المكان بتاعنا. احنا محتاجين اليومين دول ان احنا طول فتره الشتاء نطهر المكان بتاعنا وما نخليش اي ريحه تظهر داخل المكان بتاعنا. دول في فصل الشتاء انا ما بستغناش عنهم من ناحيه التطهير. اقوى مطهر بشتغل بيه كتطهير وريحه حلوه بشمها في المكان بتاعي. زي ما احنا شفنا بطهر الادراج وببدا ارش فيها. ممكن ارش برضو على الحيطان. اهم حاجه ان الكلام ده بعمله في وقت يكون وقت الظهر، اللي هو وقت الجو بيكون حر فيه. لو الجو فيه طبعا رطب يستحسن انك انت ما تعملش الموضوع ده على الارضيات بالذات عشان ما يخليش فيه رطوبه في المكان بتاعك. زائد برضو ما ترشش على الحمام في غير في وقت الظهر عشان الفرد بتاعنا يلحق ينشف. كده بكون نهيت على الروائح الكريهه ونهيت على البكتيريا او اي فيروسات منتشره داخل المكان بتاعنا. بعقم المكان بتاعنا بمعنى اصح من اي حاجه، اي ميكروبات داخل المكان او حوالين المكان عشان احافظ على حمامي طول فتره الشتاء. كده بكون نهيت حلقتي معاكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.